السلام عليكم زبنائي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه ماريز اورغانيكس. اول مره غادي ندير لكم فيديو طويل لان بزاف ديال الناس سولوني على الزيتون البوري، الزيتون البلدي، الزيتون الاصيل ديال جدود، الزيتون الكبير. بلي تنهضر لكم عليه فما تتعرفوش، وكاين الناس اللي ما عندهمش الفرق، تيقول لك زيت وحده نوع ديال الزيتون واحد. لا، كاين فرق وشاسع جدا. بالنسبه للزيتون اللي ولا دابا حاليا في الاسواق هو الزيتون الرومي، يعني الزيتون اللي تيكون مغروس. فهاد الزيتون اللي تتشوفوا في هذا الفيديو هذا كامل زيتون اصيل. انا ما صراحه ما عنديش الزيتون الرومي، فداكشي علاش ما صورتش لكم الزيتون الرومي. فهذا اللي كاين في هذا الفيديو كامل هذا الزيتون البلدي الاصيل، الزيتون البوري اللي تيصبر على الشتاء، تيصبر على الصهد، تيصبر على الصيف، يعني جميع الفصول فهو تيتاقلم معهم. وخا يكون الجفاف تيعيش هذا الزيتون. والدليل شوفوا الجدر ديالو تبارك الله ما شاء الله، العمر ديالو المئات ديال السنين، اللهم بارك. هاد الزيتون حنا ما غرسناهش، يعني لقيناه فوق الارض، وحتى جدودنا لقاوه فوق الارض. هاد الزيتون نبت اوتوماتيكمون في الارض، سبحان الله العظيم، بالقانون ديال الطبيعه من عند الله سبحانه وتعالى، بالبركه ديال السماء والنقاء ديال الارض. كان هاد الزيتون يعني كان في الاصل شجره ديال البري، ولحد الان باقي هاد الظاهره كاينه، ان الارض تتنتج واحد النبته سميتها شجره البري. او كاين الزيت ديال البري اللي مزيان بزاف للناس اللي عندهم السكر والامراض المستعصيه. فالزيت ديال البري مهمه بزاف 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 لهاد الناس هادو. وحتى هاد الزيت هادي يعني تتكون بمثابه وقايه من بزاف ديال الامراض. واحد النبته حتى هي اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، واي حاجه خلقها الله سبحانه وتعالى الا وعندها الدور، دور مهم جدا في هذه الحياه وفي هذا الكون. يعني بالنسبه لا للصحه ولا للنظام ولا للحشرات ولا الحيوانات، يعني اي حاجه كانت في هذه الارض الا وعندها دور مهم ديالها، وعلاش خلقها الله سبحانه وتعالى. فحاولوا تنوعوا في الاكل ديالكم، وحاولوا تقلبوا على الحاجه الطبيعيه اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، وما لعبش فيها الانسان بالطرق ديالو، يعني يكونوا بلا مبيدات. فبالنسبه لهذا الزيتون هو بدون مبيدات، بدون كيماويات. والدليل القاطع على هذا كيف ما تتشوفوا في هاد الصور هادو او في هذا الفيديو هذا، هو ان كاينين نباتات يعني انواع ديال النباتات اللي كاينين يعني في الشجر يعني في القاع ديال الشجره، كيف ما تشوفوا في الارض المحيطه بالشجره. شوفوا النباتات ما شاء الله اللي دايرين فيها، لدرجه ان فاش نديروا الباش باش نسقطوا عليه الزيتون راه تنتعذبوا، لان كاين بزاف ديال النباتات. وهذا دليل قاطع على ان هاد الاشجار هادو ما فيهمش المبيدات وما فيهمش الكيماويات، لان كو كانوا فيهم الكيماويات او المبيدات فكانوا هاد النباتات هادو فكانوا غادي يموتوا هما اول حاجه. وحتى النوعيه ديال التراب اللي كاين اللي مغروسين فيها هاد الاشجار، او لا يعني كاينين فيها هاد الاشجار هادو، هو حماره. يعني وحماره راه معروفه بزاف بالجوده الزيتون ديالها. يعني الا بغيتي تغرس الزيتون ديالك وكانت عندك اختيار ما بين ادقه وما بين حماره، فاختار حماره، لان الزيتون ديال حماره تيكون قوي جدا وتتكون الجوده ديالو ممتازه. بالنسبه للزيت ديال الزيتون الكبير فتبارك الله ما شاء الله تيعيش مده اطول. مثلا تقدر دير تجربه، تحط الزيتون الرومي مثلا واحد 3 ديال الشهور ولا 4 ديال الشهور، وتحط حتى الاخر حتى هو، احفظهم بالطريقه اللي بغيتي. اولا الا عرضتيهم مثلا الشمس غادي تلقى بلي ان الزيتون الرومي او الزيت ديال الزيتون الرومي غتلقاها الماء ديالها، يعني الزيت ديالها ولات بحال الماء، والمنظر ديالها تيتبدل، والمذاق ديالها تيتبدل بزاف، يعني تيتبدل تقريبا 90%. العكس ديال الزيتون البلدي، فالمذاق ديال الزيت ديالو تتبقى تقريبا هي تتبدل تقريبا بواحد النسبه ديال 90% 80% كاع، ولكن تتبقى يعني بنفس الجوده، اللهم بارك. وتقدر مثلا تبقى عندك 15 عام 20 عام وتتولي بحال العسل، تتولي زيت غزاله. الناس اللي تيكونوا مصابين بالتسمم، يعني فهاد الزيت تتكون بمثابه علاج ليهم. بالنسبه ل... ل... للزيتون، كاين اللي تيقول لك الزيتون الرومي رخيص، او الزيت ديال الزيتون هذا مثلا عنده غير 50 درهم، هذا داير غير 60 درهم، هذا داير له غير 40 درهم، هذا زيت غير 30 درهم.
فهاد الفروقات هذه في الاثمنه فيعني مرتبطه مع بعضياتها. فكاين الزيتون ديال الفيتور اول حاجه، يعني الزيتون ديال الفيتور هو بحال قلتي من بعد ما تطحن الزيتون تيخرج واحد الفيتور، يعني بحال واحد داك البقايا ديال الزيتون اللي تيكون ناشف يكون محيد منه الزيت، يعني تيبقى غير دوك البقايا ديال الزيتون، هذاك تنسميوه الفيتور. فهنا كاينين بعض المعصرات فتيديروا ليه الاعاده ديال العصر بطرق ديالهم، تيزيدوه طبعا مواد باش تيعاود يخرج زيت اخرى. فهذا هما اللي تتلقاوها، يعني تتبان لكم لانها الريحه ديال الزيتون، يعني النكهه ديال الزيتون. وهذا راه كما نقولوا اضعف الايمان، هذا راه واحد حاجه اللي مزيانه مقارنه مع بعض المشاكل اللي توقعوا. يعني بالنسبه للزيتون الناس راه شراو يعني الزيت ديال الزيتون على اساس انها زيت الزيتون، ولكن اكتشفوا بان ما فيهاش كاع حتى نسبه ديال 0.001% ديال الزيتون، ما لقاوهاش فيها، يعني تلقاو فقط يعني مواد كيماويه خطيره مع نكهه ديال زيت الزيتون. الشجره ديال الزيتون فتتكون في الاصل ديالها بحال هكا، يعني تتكون شجره البري كيف ما تتشوفوا، حتى هي تتجيب واحد الحبيبات كما تتشوفوا رقيقين تيبان بحال الزيتون، ولكن هو تنسميوه البري، حبيبات صغيورين تيجيب واحد الزيت ممتازه ما شاء الله. المهم بما ان هاد البري هذا فصعيب في القطف ديالو في الجني ديالو، يعني ما تيعطيش كميه مزيانه بالنسبه للزيت، فتنلقموه بالزيتون وبالتالي تيولي شجره ديال الزيتون. الاصل ديال شجره الزيتون هي هذه اللي تتشوفوا دابا في الفيديو، ومن بعد تلقموها وتتولي بحال هذا الشكل هذا، يعني تتولي شجره الزيتون. فمن بعد ما تيكونوا حبيبات ديالها رقيقين وصعيبين في الجني ديالها وما تتعطيش الزيت بزاف، ولكن تتكون زيت قويه جدا. يعني حنا فعندنا الزيت ديال البري او شجره البري وايضا شجره الزيتون، يعني حنا ما تنلقموش كلشي، تنخليو النص ديال البري والنص ديال الزيتون. واخا ان الاغلبيه ديال الناس فلقموا البري كامل اولا تيعطيوه للمعيز والغنم، يعني ما بقاوش صراحه تهتموا بالبري، لان البري الحبيبات ديالو رقيقين بزاف وما تيعطيش الزيت القنطار بزاف، يعني الزيت ما تيكونش فيه الزيت بزاف، ولكن فهي زيت مركزه وقويه جدا بالنسبه للعلاجات والناس اللي بغاو يتهلاو في الصحه ديالهم، صحابين الحساسيه، صحابين السكر، الامراض المستعصيه. فزيت الزيتون بحال هذا، الزيتون البكر الممتاز، الزيتون البوري، الزيتون البلدي الاصيل، راه مهم بزاف 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 لهاد الناس هادو. شوفوا تبارك الله دابا رحنا في شهر 11 ومع ذلك باقي الزيتون خضر، لان كيف ما قلت لكم هاد الزيتون هذا فعنده قانون ديالو اللي هو قانون الطبيعه فقط، يعني ما فيه لا مبيدات ولا حتى شي حاجه، يعني كانت الشتاء غيكون مزيان، ما كانت الشتاء راه ما كاين شي فيه والو. شوفوا الاشجار تبارك الله كيفاش دايره. غادي نوريكم دابا شويه واحد الظاهره بالنسبه للزيتون. دابا مثلا الزيتون تتشوفوه بحال هكا، يعني بهذا الطول هذا، وكاين الناس يقولك علاش ما تقطعوش وتخليوه يلقح. فهاد الزيتون هذا ملي كان بري فاحنا لقمناه ولا زيتون، يعني الا مشينا تقطعناه وحنا حيت حنا ما عارفينش اش من بلاصه اللي تلقم فيها هاد الزيتون، فإلا قطعناه يعني هبطنا لتحت شويه يعني باش يتقاد وقطعناه، ف غادي تولي لنا الشجره ديال الزيتون غادي ترجع للاصل ديالها اللي هو بري. شوفوا دابا هنايا هاد الظاهره هذه هي ان هنا كاين البري يعني لتحت، يعني في الجدر ديال الزيتونه كاين البري، ولكن يعني في الزيتونه الفوق غيبان لكم الحبوب ديال الزيتون او الزيتون. فشوفوا هاد الظاهره هذه، فداكشي علاش دابا الا قطعنا حنايا هاد الزيتون غير رجع للاصل ديالو اللي هو بري، لان الجدر ديالو ديال البري. هاد الظاهره هذه غادي يعرفوها الفلاحه واللي عندهم معلومات على الزيتون راه غادي يفهموني على اش تنهضر. شوفوا دابا الجدر ديال الزيتونه راه بري في الاصل، حيت تلقم بالزيتون داكشي علاش الا قطعناه فغادي يولي بري، والعكس ديال الزيتون الرومي. يعني الزيتون الرومي الا قطعتيه واخا تقطعو من الجدر ديالو غيبقى زيتون، لانه هو يعني ملقم مقاد مصاوب عندهم، يعني الزيتون
شوفوا تبارك الله ما شاء الله. يعني هذا الزيتون هذا كيفاش غدير تسقطو، صعب جدا 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 في القطف ديالو، ولكن بما انه طبيعي، بما انه اصلي، بما انه فيه دواء وغذاء، فاحنا تنحاولوا نقربوكم ونرجعوا المواد الطبيعيه ديالنا اللي بيها يعني السر ديال جدودنا باش عاشوا المئات ديال السنين، اللهم بارك. يعني الناس في قديم الزمان راه كانوا تيعيشوا فوق 100 سنه، وكاينين الناس اللي عاشوا يعني اكثر، يعني المئات، ماشي غير 100 ولا 150 ولا وهذا لانهم كانوا تياكلوا كل شيء طبيعي وكل شيء قوي. يعني حتى المواد اللي كانوا تياكلوها قويه جدا، يعني العكس ديال دابا ولينا تناكلوا كل شيء غير طبيعي، كل شيء معدل وراثيا، كل شيء يعني مصنع، ولو انك تشوف واحد الحاجه طبيعيه ولكن في الاصل تتلقاها مصنعه للاسف. هاد القرعه د الماء، تقولوا هذه مالها تتصور لينا الماء، هذه بغيت غير نوريكم. هاد القرعه د الماء راه في داك الصباح تتصبح مثلجه بحال راها في الثلاجه، فداك الشيء علاش تنجيبها معايا وتنديروها في الشميشه باش تدفى، باش تقدر تشربها. بالاخص في الزيتون فتيكون نضا، تكون باقا السمره تطيح، فضروري خصنا نديرو ديك الماء في الشميشه باش يدفى واحد شويه باش نقدروا نشربوه. وهنايا حنايا راه قرب سد الوحده، ثاني سد في افريقيا واول سد في المغرب.